اهلا بيكم. بص، علشان تفهم الاقتصاد تخيله كده زي جسم الانسان بالظبط. الفلوس هي الدم، والاقتصاد هو الجسم. ولو الدم وقف او اتجلط الجسم كله يتعب. الفكرة دي اسمها التدفق الدائري للدخل. طيب نبدأ بأبسط صورة. قطاعين موجودين: الأسر ودي الناس اللي بتشتري وبتستهلك، والشركات الناس اللي بتنتج وبتبيع. الأسرة تشتري، الشركة تكسب. لحد هنا الموضوع بسيط. بس الشركة مش بتنتج من الهوا، لازم عمالة وخبرات وإيجارات ومعدات. مين بقى اللي بيقدم ده كله؟ الأسر. الشركة بتدفع أجور ورواتب، والأسرة تاخد الفلوس وترجع تصرف تاني والدورة تكمل. طيب الشركة محتاجة تكبر وتستثمر أكتر. هنا بيدخل القطاع المالي، البنوك. البنوك بتجمع المدخرات من الأسر وتقرضها للشركات عشان توسع شغلها. والاقتراض هنا مش ضعف، الاقتراض هنا شيء طبيعي جدا جدا، وأكبر الشركات في العالم بتقترض. بعد كده يظهر دور الحكومة: التنظيم والقوانين، الطرق، الكباري، التعليم، الصحة. الحكومة برضو بتصرف، بس تمول ده من الضرائب أو الاقتراض. ومع تطور الاقتصاد نبدأ ننفتح على العالم الخارجي، نصدر اللي شاطرين فيه ونستورد اللي غيرنا بيعمله أحسن وأرخص. كل ده في الآخر بيكون رقم مهم جدا اسمه الناتج المحلي الإجمالي. يعني ببساطة استهلاك مع استثمار مع إنفاق حكومي مع صافي صادرات بيساوي حجم الاقتصاد كله. طيب إمتى تحصل الأزمة؟ لما السيولة تتوقف، زي الجلطة بالظبط. البنك ما يعرفش يمول، الناس تكتنز الفلوس، الشركات تقف، الرواتب تتأخر، الاقتصاد كله ينهار. هنا الحكومة بتتدخل حتى لو القرارات كانت صعبة أو مش شعبية، زي مثلا التعويم، رفع الفايدة، القيود اللي بتتعمل على المصاريف الدولارية، زي الدعامات بالظبط. هي مش مريحة بس بتنقذ الجسم من الموت. الخلاصة: الاقتصاد مش أرقام بس، دي دورة حياة كاملة، ولو التدفق وقف الكل بيتأثر. وشكرا لكم.